السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نفرز الملوخيه، نشيلها كده من السنه للسنه تفضل خضره وجميله. معايا كميه ملوخيه غسلتها، قطفتها الاول وغسلتها ونشفتها، حطيتها في مصفى الاول، نزلت ميتها وبعدين حطيتها على حته كده انا عاملاها للملوخيه بيضه كده ونضيفها زي الفل. شايلاها في المطبخ، فردتها عليها وسبتها لحد ما نشفت خالص اهي. معايا بقى الكبة اللي هعمل فيها، هحط بقى الملوخية كده كمية كمية. انا ما بفرز كميات كبيرة، لا انا بجيب مثلا كيلو كيلو ونص واعملهم واشيلهم على قدي كده وعلى قد صحتي. معايا شوربة هضيف عليها شوربة حبة حبة كده، وهضيف قرن فلفل حامي بيديها طعم كده ونكهة حلوة. وهضيف ربع معلقة كربوناتو اللي هو بتاع الطعمية، انا هضيفه على مراحل بقى، مش هضيفه كله مرة واحدة. واحط توم، حتة توم، وهنضرب بقى ضرب متقطع. وافضل بقى انزل الملوخية كده من فوق من هنا، نزل اضيف حبة كمان. حبة شوربة، واضرب اضيف حبة كربونات شوية، كربوناتو دي عشان يخليها خضرة ما تسودش. وهضيف معلقة سكر، احط الباقي حبة حبة كده عشان الكبة. وهنزل ببقية الشوربة اللي معايا، حتة تومة تانية وبقية الكربوناتو. اهي ادي الملوخية اهي، بصوا جمالها. بصي السمك ده بقى زي ما تحبي، عايزة تزودي حبة شوربة تاني زودي، انا حلوة كده. بعد كده بقى اسخن الشوربة كويس واروح محضرة الثوم والكزبرة واعمل الطشة واحط الملوخية
تاخد غلوة يا دوبك، وروح طش عليها الثوم والكزبرة، وتبقى معاكي احلى ملوخية. فرزيها كده بطريقتي وهتعجبك، ومش هتعتمدي الا الطريقة دي. طريقة جميلة، بس اعمليها بالشوربة بلاش بالمية. الشوربة بتبقى دسمة وبتبقى حلوة. يلا حطي اللايك، ومتنسيش بقى الاشتراك في قناة عائلة نهى 22 عشان يصلك كل جديد بنعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.